البتاع. اطلع اجري يا محمد ونشوف خلاص خد مني وشد العين اصحاب. اجري يا مجدي. اللهم الو. يا ماما عامله ايه؟ الحمد لله والله. دلوقتي يا ماما انا كنت مع واحد صاحبي في الميدان، تمام؟ فالمهم انا كنت بقابل واحده في الميدان، فانا ما كانش ليا دعوه والله، بس هي ايه اصحابها وكده وكانوا بيقابلوا وكده فرحت معاهم. فالمهم انا كنت بقابل فتحفانه في نص الميدان، فاخوها جالي حفانا ورنا على ابوها وكده، فمش عارف اعمل ايه. وانت وحد واقف معاك دلوقتي؟ اه واحد صاحبي. واتحفظت ازاي يعني؟ اتحفنا عادي واحنا واقفين، كنا عايزين ياخدوا التليفون بس ما حدش عارف، لان انا كنت واقف مع واحد صاحبي عيل تقيل يعني في الميدان وناس تعرفه. انت بتجي لي بالعزه دي يا محمد. يا محمد ابوها لو اجى هعمل ايه؟ والله يا محمد ما انا عارفه تقول له ايه يا محمد بس خاف ايه. هو واقف معانا بس مش سامعه سامعني. اه وكل في السنه انا ابوه يجي. هو موقفني عشان ابويا يجي، بس هو كان عايز ياخد مني التليفون بس ما عرفش. رنيت على واحد صاحبي وقلت له انا معايا واحد اتنين تلاته فجالي، بس برضه مش عارف قال. لا واحد صاحبي. طب لو حاولت تمشي يا محمد امشي يا محمد ومالكش دعوه بوجع القلب دي يا محمد الله يهديك يا ابني. الولا عايز احل معاه مش عارف، راح بيرن على ابوها وابوها تقريبا جايب الحكومه وجاء عشان يحلوا الحوار. والله العظيم. والله مش عارف اعمل ايه. والله. بتقول ايه وانا؟ ايوه. هو الولا مش عارف يحل معايا، مش عايز يحل معايا، هو عايز ابوها. انت بتقول منين يا محمد؟ ما انا لسه متعرف عليها امبارح مع عيال صحابي كنا بنقابل. في المدرسه؟ لا ما همش من المدرسه، عيال صحابي من البدايه. اطلع اجري يا محمد ونشوف خلاص خد مني وشد العين اصحاب. مش عارف برضه، حاولت ان انا اجري بس مانيش عارف. ولا ايه؟ مش التليفون معاك امشي وسيب يعني يمسكك يضربك. وانا خايف بقى ان انا اجري ورايا ولو حفاني هيضربني، بس هو قلت له ما تمدش ايدك عليا، قلت له بقى استنى ما ابوك يجي واحل معاه. بقول لك الحوار ده بصي، انا واحد وقفني في الميدان وبيصور، فقال لي انا عايزك ترن على امك تقول لها واحد اتنين تلاته وما تقلقش انا جاي في السكه اهو. انت ومين يا انت مش انا ده مش شارع، هو الراجل والله مشهور وقال لي اعمل كده، هو قال لي رن على ابوك، قلت له لا بلاش ابويا عشان ما يجيليش. ماشي يا ماما انا جاي اهو. ماشي يا محمد تيجي بالسلامه. مع السلامه. بتاع الحاجات تحب تقول ايه بقى للناس اللي هتشوف الفيديو؟ اهم حاجه يا جدعان الناس اللي تشوف الفيديو بلاش سكه البنات دي خالص، والله ما بهزر، بلاش سكه البنات دي خالص، ولا هزار ولا جد ولا حب ولا اي حاجه، لان المشاكل مشاكل البنات بتودي في سكه ما حدش بيعرف يخرج منها، والله ما بهزر، بتودي في سكه وما حدش بيعرف يخرج منها.